تعال نشوف بولت المرام اشتغل في البحر الاعمى ولا لسه. كل سنه وانتم طيبين، العيد خلاص كام يوم، مفيش يومين ثلاثه والعيد. فانا عايز اوفر عليك المشوار لو انت جاي من بعيد وبتحب البحر الاعمى والبحر الفرعوني وعايز تشتغل عليه. تعال يا باشا نجرب ونشوف التفاصيل واقول لك اللعمه اشتغل ولا ما اشتغلش على البولت الفراوله او بولت المرام. افضل تطعيمه لبولت المرام او البولت الفراوله بتبقى قاعد جنب ناس عماله تطلع وانت ما بتطلعش حاجه، عشان في تريكات صغيره كده انت ما بتعملهاش. ناس بتحط لي منها حته طعميه قد كده. يا باشا انت بتجيب الطعميه بتاعتك اهي، فحل سليم كده ما تستخسرش، وتاخده في اول السن كده، واما تيجي تطعمه. لا بص بيعمل ازاي، ليه بقى؟ انا قاعد على المركب عايز شويه تراب، اعوزه شويه تراب يقوم يخش معايا في السن سهل. تدكك وتدخل الطعميه بتاعتك على الخيط، الطعميه بتاعتك تخش لحد الخيط البتاع، عشان انا مش عايزه شويه تراب عمال يعمل معاه ازاي اهو. معلش اهو كمان سنه اهي. هو المفروض يتسحب كمان على الخيط كمان شويه. بص جايه معاك، جايه معاك اهي. الطعميه تبقى عامله كده عشان تاخد سمك. تعالى بقى نجرب ونشوف. افضل اماكن ممكن ترمي فيها للذكر الاحمر او بولت الفراوله او بولت المرام زي ما بتقولوا. بص يا صاحبي معانا على البحر الاعمى اهو، البحر الفرعوني. خليك معايا. بص شايف الخشب ده اهو قدام منه. انا لو زومت لك هتلاقي الفله بتاعتي اهي اهي. شايف الفله بتاعتي فين اهي. والناس تقول لك اما يبقى مفيش هوا خالص، بالعكس الهوا لما يبقى بالمنظر ده افضل حاجه. ليه؟ لانه بيخلي الفله تتحرك وتيجي على الصحن بتاع الذكر الاحمر ياخدها. لما يبقى في موجه خفيفه زي دي افضل بكتير ما يبقى مفيش، بالذات في موسم الذكر الاحمر. هتشتغل قدام الحوش دي، فلتك تسرح قدامها، اللي جوه دي ترمي قدامها وهو داخل. بس يعني اما الموسم يدق الذكر برضو بيفحر ويصحن تحت منها. الجنب التاني مثلا حوش زي دي اهي، هو بيخش يمرن في الحوش دي، بيطلع فانت هنا قدامها كده على طول قدامها. الطوالي ده ممكن ترمي قدام منه، ما هو قريب من الجسر. انت فاهمني؟ هو ده شغل المرام اللي ممكن تشتغل عليه في الايام اللي جايه دي. انا جربت البحر الاعمى بالطعم على الذكر الاحمر او الذكر الفراوله، وطلعت جربت لك عليه قبل العيد على طول اهو، علشان اللي عايز يطلع في اجازه العيد يبقى القرار قرارك. انا جربت معلمش معايا، اللي كان معايا اهو عشان بس ايه تبقوا عارفين. ده اللي بياكل اهو في البحر الاعمى او البحر الفرعوني دلوقتي. انا جربت لك عشان لما تطلع في العيد يبقى القرار قرارك انت. كل سنه وانتم طيبين.